كشف المفتري عبد الحميد النجدي. ادعى كذبا وزورا، واكتشفت كثير من كذبه هذا مع الأسف هو وعبد الرحمن الدمشقية، واكتشفت أنه محكوم عليه في الكويت بتهمة جنايات 2 سنين، وهذا بيان من الإمارة بالكويت. مع الأسف الشديد نحن هؤلاء يمثلون السنة. أين القرضاوي؟ أين أمثال الشيخ محمد الغزالي؟ أين علماء الأزهر الشريف؟ هذا يمثلكم؟ إنا لله وإنا، هذا إنسان كذاب، هذا إنسان كذاب يمثلكم، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول أنا متهم الآن. أنا حتيك الفرصة. لا أريد فرصة، خلي يقرأ الحكم الصادر علي للكويت. أنا أجيك أنت حترد. يا أخي أنا هقول لك هذا الحكم. اقرأ. اقرأ الحكم. اقرأ الحكم. صدر الحكم الآتي من محكمة جنايات الكويت الرقم 3650 بسنة 1994 على 219. هذا الحكم ضد عبد المنتصر البلوشي. أصدرت المحكمة حكما غيابيا. خلاص يكفي. راح أجيب، ما أدري أنا راح يجيني النص الآن، يجينا وإحنا في النص هذا كتبته على التليفون. النص سوف يأتي وأنا بالمناظرة إن شاء الله. خلاص أنا يكفيني. نعم. أنا يكفيني. أوكي. الآن أريد أن أقول شيئا. الآن أنا أجي وأناقش قصة حكم بالكويت. أنا بعمري لم أرى الكويت أولا، وهذا لو كان له عقل هذا اسمه عبد المنتصر البلوشي. أيها العربي في كلماتك تخطئ كثيرا، ألا تفرق بين عبد المنتصر وأبو منتصر؟ وأيها الجاهل المركب، أبو المنتصر ليس اسما، ومن كان عنده الكتاب والسنة فيتكلم بالدليل ليس بحاجة للتهريج. إذن يا أيها المشاهدون، عبد المنتصر البلوشي غير أبو منتصر. وثانيا أنا اسمي عبد الرحيم أيها الجاهل. عبد الرحيم بآداب المناظرة. ولا زاد ابن عبد الله البلوشي. عليكم من الله ما تستحقون. شربتم من لبن المجلس حيث يقول لكم افتروا على أعدائكم وشهروهم وابهتوهم، كما ينقل عن الإمام السجاد وهو بريء، هو الصادق وهو البريء منه. إذن لم نرى مذهبا أخذ من الدين والإفتراء والكذب تقربا إلى الله إلا الرافضة وقبلهم غير اليهود. لماذا تحرف الموضوع عن التحريف؟ هذا جواب التحريف. اتهاماتك أرد على الافتراءات ولا أدخل الموضوع. رجل يأتي بافتراء، أنا رأيت هذا بالزمن منذ 2 مخابرات إيرانية تداولها، وأسوأ من هذا رأيت في قناة الجزيرة. أنا أربط ساعتي هكذا بيدي هكذا، يقول شوف البلوشي مباشرة يشم وزو صوري، وزو بلوشي يشم هيروين. ولكن هذه التفاهات أحقر من نأخذ وقت. نعود إلى أصل الموضوع. شنو معنى الهيروين؟ نعود إلى أصل الموضوع. شنو معنى الهيروين؟ لسه الخامنئي هو يعرف. تأدب. نعم. تأدب. لا تتطرق إلى إمام قاد ثورة إسلامية ضد أسيادك الأمريكان وأسيادك الإسرائيليين وحطمهم. سيد الخامنئي إمام شريف رفع راية الإسلام، ورفع راية الإسلام ضد أسيادك وضد أمريكا أسيادك الذين صنعوك وأسيادك ليحاربوا الاتحاد السوفيتي نيابة عنهم، ثم قمعوك وضربوك لأنه من أعان ظالما سلطه الله عليه. تتأدب عندما تذكر الإمام الخامنئي. أنت تتأدب عندما تذكر الإمام الخامنئي أو الإمام الخميني. غيره في شيء؟ نعم. طيب في شيء غيره؟ تتأدب. أتأدب مع خميني الذي يتمتع ب4 سنوات. تتأدب تذكر الإمام الخميني. هذا دليل أنهم لا يملكون شيء. لأنه حطم أسيادك ومرغ أنوفهم بالتراب. مرغ أنف كارتر وأنف أسيادك بالتراب الذين صنعوك وأشباهك. نعم. إمام ثورة إسلامية عالمية. حزب الله حسن من حسنات الإمام الخميني، وحطم إسرائيل وأخلى وأفرغ الجنوب لبنان حسنة من حسنات الإمام الخميني. من أنت حتى ينطق لسانك باسم الإمام الخميني؟ لحظة ما إذا كنت أضعاف. وقد أفتى آية الله الخوئي زعيم الحوزات العلمية في كتابه صراط النجاة الجزء 2 عندما سئل عن زراعة الهيروين وبيعها فقال:
لا مانع من ذلك في حد نفسه ما لم يترتب عليه مفسدة. أما الإمام الخميني ففي كتابه تحرير الوسيلة الجزء الثاني أجاز التمتع بالرضيعة كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ.